السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل الكشري في الحلة الواحدة. يلا ندخل الفيديو ونشوف طريقته سهلة وبسيطة مع بعض. هقطع البصل جوانح او شرايح بالطريقة دي، وراح ارش عليه دقيق عشان يتحمر ويتحمص ويبقى ليه قرمشة جميلة. هنقطعه شرايح كله وهنحط الزيت على النار يسخن. وبعد كده حطيت طبعا نفض الدقيق من البصل عشان ما يبقاش يتحروق فيه البصل كده. شوف اتحمص وبقى مقرمش وجميل. هنحطه على مصفى عشان الزيت الزيادة ينزل منه. هنطلع كله واحط احمر. حطيت الزيت اللي احنا قلينا بيه البصل، هحط عليه الشعرية. حطيت عليه الشعرية تتحمص الاول، وغسلت الرز وحطيت كمية الرز عليها وهنشوحها برضو الطريقة دي. وكنت نقع العدس الاسمر بالطريقة دي وحطيته عليها نقع بس مش سلق، ان كله يستوي مع بعض. وحطيت ملح وفلفل، وحطيت كمان مكعب مرق. لو عايزة تحطيه حطيه، مش عايزة تحطيه ما تحطوش. وحطيت كمان رشة كمون عشان العدس. وطبعا حطيت مية سخنة نشرب بيه اللي هو الرز. وكسرت كمان المكرونة الاسباجيتي وحطينا المكرونة كلها كده مع بعض، ما نحطهاش بطولها، وغطيناها لغاية ما تغلي. هنعمل الدقة الصلصة الحمراء بتاعت المكرونة. هحط فصين توم مع الزيت يقدح، وحطيت عليهم معلقة صلصة وكمان عصير الطماطم. وهكمل كوباية مية كده سخنة، وهسيبه لغاية ما يستوي، لغاية ما يفصل ويتسبك. وحطيت ملح وفلفل معاها. هنعمل كمان الدقة البيضة. هحط كمان المرة دي مش هحط بيها بالزيت، هحط على طول مية سخنة، وهحط فيها 4 5 6 فصوص توم. هي بالتوم حلوة. وهحط كمان عليها معلقة كمون كبيرة، وهحط ملح، وهحط كمان ربع كوباية خل عليها، واسيبها تدخل كل النكهات في بعض. وبعد كده هطفيها. هنعمل الشطة. هنجيب برضو الزيت اللي هو حمرنا فيه البصل، وهحط معلقة كبيرة شطة نحمصها فيها كده. وبعد كده نحط عليها نص كوباية من الصلصة اللي عملناها، الصلصة الحمراء والصلصة البيضاء، ونسيبها مع بعض. وكده عبينا كمان الصلصة اللي هي الشطة، وكمان عبينا اللي هي الصلصة البيضاء. وهنقدم الكشري كله بالطريقة دي حلو ومفلفل وكله جميل خالص، وفي حلة واحدة. وكمان عملته من غير حمص، والكشري جميل. وحطيت معاه الليمون والدقة جنبيه والبصل المحمص المقرمش. ويا رب يعجبكم الفكرة النهاردة وتجربيها وتعجبك، ونجربتيها وعجبتك، ومتنسينيش في اللايك والشير.